يلا بينا نخش بعد كده على التست اكسكيوشن. كنا زمان نقول ان التست او كان من مسكونسبشنز بتاعت الناس ان التستنج عبارة عن اكسكيوشن بس، واثبتنا من خلال الشرح بتاعنا ان التستنج مش اكسكيوشن بس، وبدليل ان في مراحل كتيرة جدا مرينا بيها هي من اول البلاننج، بعد كده المونيتنج كنترول، اناليسيس، ديزاين، امبلمنتيشن، وها هنا نحن قد وصلنا للتست اكسكيوشن. التست اكسكيوشن التنفيذ الفعلي. هنا ما كانش تنفيذ، هنا كان تصميم لخطوات التنفيذ او تصميم للتست كيسز اللي هنشتغل عليها، وتجميع بقى للبروسيجرز وتجميع للتست سويتس وما اعرفش ايه. فهنا كان ايه؟ في مرحلة الامبلمنتيشن كان تصميم للتنفيذ. في نقطة مهمة عايز اقول لك عليها بس قبل ما اخش على الاكسكيوشن. في مرحلة الامبلمنتيشن ان احنا بنعمل حاجة اسمها build للانفايرمنت، بنعمل build للانفايرمنت على عكس التست ديزاين بنعمل ديزاين للانفايرمنت، لكن هنا بنعمل بيلت للانفايرمنت عشان الحته دي بيجي فيها سؤال. طيب يلا بينا نخش بقى على التست اكسكيوشن. بيقول لك ان مرحله التست اكسكيوشن دي هي المرحله اللي بنبدا فيها الاكسكيوشن الفعلي او الاختبار الفعلي حسب السكادجول بتاعنا او حسب الجدول الزمني بتاعنا. بيقول لك اهو including running the tests in accordance with the test execution schedule، حسب الجدول الزمني اللي متحدد لتنفيذ السوفت وير او تنفيذ التستنج على السوفت وير اللي انا شغال عليه. الاكسكيوشن ممكن يكون يا اما مانيوال يا اما يكون اوتوميشن. تيست اكسكيوشن may be manual or automated. تمام كده. بعد كده بيقول لك ان التست او التستات يعني بتاعتنا ممكن تكون في نطاق حاجة اسمها continuous testing. يعني التستنج execution can be many forms، يعني forms، يعني ممكن يكون انواع كتيرة منها الكونتينيوس ماشي تيستنج، التستنج اللي هو المستمر continuous testing، او البيرنج تيستنج اللي هو يكون مثلا شخصين بيتستوا مع بعض في نفس الوقت، بيرنج تيستنج سيشنز، ويتشيكوا حاجه مع بعض، حد شاكك في حاجه ان دي ديفكت او التاني يقول له لا مش ديفكت، طب البوينت اوف فيو بتاعتك كذا، طب ما اعرفش ايه، ونتناقش ونوصل لريزلت نهائيه. تمام. بنشتغل ونقارن النتائج الفعليه يعني من الاخر. التستنج او اي ايشو او اي اختلاف بيحصل ما بيننا عن الاكسبكتد ريزلت، يعني الاكشوال ريزلت. انا بقول لك الاكشوال تيستنج ريزلت ار كومبيرد وذ اكسبكتد ريزلت، بنقارن الاكشوال والاكسبكتد ما بينهم وبين بعض. والتست ريزلت بيتم ايه؟ بيتم تسجيلها. يعني انا دلوقتي عندي ويب سايت مثلا في تو ايتمز، يوزر نيم وباسورد. فالاكسبكتد ان انا ايه؟ لما ادخل اليوزر نيم صح وادخل الباسورد صح اعمل لوجن على الويب سايت، وادوس على يعني على اللوجن بوتن اعمل لوجن على الويب سايت. بس ده الاكسبكتد. لكن في الاكشوال اللي حصل في الواقع الحقيقي، لما دخلت اليوزر نيم ودخلت الباسورد مثلا دوست على اللوجن بوتن طلع لي مثلا ايه؟ invalid باسورد، في حين ان هي valid وفي حين ان هي حقيقيه، فاهم؟ وفي حين ان هي مظبوطه. في الحاله دي لما قارنت الاكسبكتد الاكشوال بالاكسبكتد طلع ان انا عندي ديفكت او حاجه كده. تمام، طلع عندي ايشو ولازم اريز. حلو كده. فبيقول لك الاكشوال تيست ريزلت اند او الاكشوال تيست ريزلت compared with الاكسبكتد ريزلت. The test result are logged, anomalies are analyzed to identify their likely causes. الانوماليز بيتم يعني تحديدها، اللي هي يعني الاختلافات او كده بيتم تحليلها وتحديدها و likely causes واسباب حدوثها يعني، ويعني احتمالية اسباب حدوثها. الانوماليز معناها العيوب. يعني لما يبقى عندي اي عيب معين او اي مشكله او اي ايشو بنعمل له ايه؟ بنحلله وبنحدده وبنشوف احتماليه حدوثه ايه. حلو كده. وبناء على هذا التحليل وهذا التحديد بنعمل ايه؟ بنبلغ عن العيوب والاخطاء دي وبنرفعها في صورة defect. This analysis allow us to report، ان احنا بقى نعمل reporting الانوماليز ديت based on the failure اللي احنا هن observe في شابتر 5 ان شاء الله. يعني بالاخر، من في اخر الخلاصة، انت بتعمل execution عادي خالص. حلو كده.
للحاجات اللي انت بنيتها هنا وحددتها وصممتها. فخلاص هبدأ اكسكيوشن بناء على الجدول الزمني بتاعي. ممكن اعمل اكسكيوشن مانوال، ممكن اعمله اوتوميشن. في انواع كتير من الاكسكيوشن، منها الكونتينوس تيستنج، ومنها الاسبر اللي هو البير تيستنج سيشنز، زي ما قلت لك اتنين بيتستوا مع بعض. الريزلت بيبقى عندي اكسبكتد واكشوال، بنقارنهم من بعض ببعض قصدي. لو طلع فيه اختلاف او طلع فيه مشكله بنريزها في صوره ديفكت، بنعرف نريبورت الكلام ده. وبناد في الريبورت بتاع الديفكت ده الاكشوال ريزلت بقى اللي طلعت معانا، سكرين شوت للاكشوال ريزلت او ريكورد فيديو او اي حاجه. لان ده مش بيكون موجود معايا مثلا في التست كيس. التست كيس العاديه اللي انا عملت لها تصميم فوق ما بيكونش فيها اكشوال ريزلت، لان ما كنتش بدات فعلا التنفيذ. هتجيب اكشوال ريزلت منين؟ بيبقى عندي اكسبكتد ريزلت. فده باختصار الاكسكيوشن، واشوفكم في الفيديو بتاع التست كومبليشن على خير.